رمضان شهر معظم، شهر ربنا سبحانه وتعالى اختاره يكون مختلف عن باقي شهور السنة، شهر عبادة، شهر صيام، شهر قرآن، وشهر تهذيب للنفس قبل ما يكون شهر أكل أو تمرين. رمضان بيجي كل سنة علشان يفكرنا إن الإنسان مش عايش بالجسم بس، لكن بالروح والعقل والقلب، وإن القوة الحقيقية مش بس في العضلات، لكن في السيطرة على النفس والالتزام والطاعة. لاعب كمال الأجسام في رمضان بيواجه تحدي كبير، إزاي يحافظ على عضلاته، إزاي يتمرن صح من غير ما يضر صحته، وإزاي يوازن بين الجيم وبين العبادة، لأن النجاح الحقيقي في رمضان إنك تطلع منه أقوى جسدياً وأقرب لربنا روحياً. أول حاجة لازم نفهمها في رمضان هي تنظيم الوقت، لأن اللي بيبوظ رمضان عند ناس كتير مش الصيام لكن الفوضى. نوم متلخبط، سهر للفجر، أكل عشوائي، تمرين في أي وقت، وفي الآخر تلاقي الجسم مرهق والنفس متعكرة. رمضان محتاج منك جدول حتى لو بسيط، تقسيم اليوم بين عبادة، شغل أو دراسة، تمرين، أكل، ونوم حقيقي. لاعب كمال الأجسام لازم يبقى واعي إن جودة الوقت أهم بكتير من كميته، وساعة تمرين مظبوطة أحسن من 3 ساعات لعب عشوائي. نيجي للسؤال اللي بيتكرر كل سنة: أتمرن قبل الفطار ولا بعد الفطار؟ خلينا نكون صرحاء وواقعيين. التمرين قبل الفطار له ناسه، لكن مش هو الخيار الأفضل لمعظم لاعبي كمال الأجسام. التمرين قبل الفطار يعني جسمك صايم بقاله ساعات طويلة، مفيش أكل، مفيش مياه، مفيش أحماض أمينية تحمي العضلات، وده بيزود خطر الهدم العضلي، الدوخة، الهبوط، وقلة الأداء، خصوصاً لو التمرين تقيل. ممكن يكون مناسب لناس هدفها الأساسي حرق الدهون أو كارديو خفيف، لكن لاعب كمال أجسام هدفه الحفاظ على الكتلة العضلية، التمرين قبل الفطار هيكون مخاطرة أكتر منه فايدة. أفضل وقت لمعظم لاعبي كمال الأجسام هو التمرين بعد الفطار بساعتين إلى 3 ساعات، أو بعد صلاة التراويح مباشرة. في الوقت ده جسمك دخله مياه، دخله بروتين، دخله كارب، الأداء أعلى، التمرين أقوى، والعضلة محمية. رمضان مش وقت أرقام قياسية ولا تحطيم أوزان، رمضان وقت صيانة تحافظ فيه على اللي بنيته طول السنة. كسر الصيام نقطة مهمة جدا، لأن كسر الصيام الغلط ممكن يدمر ليلتك كلها. أول ما تفطر بلاش تهاجم على الأكل، وبلاش سكريات وعصاير ومقليات. الصح إنك تبدأ بتمرتين أو 3 مياه، شوربة خفيفة، ومصدر بروتين خفيف زي بيض أو زبادي أو شيك بروتين. أهم عنصر في أول وجبة هو البروتين، لأنه بيوقف الهدم العضلي اللي حصل طول ساعات الصيام، ويحضر جسمك لباقي اليوم. بعد كده بساعة تقريبا تيجي الوجبة الرئيسية، ودي الوجبة اللي هتبني بيها جسمك. الوجبة لازم تحتوي على بروتين عالي الجودة زي صدور الفراخ أو اللحمة أو السمك، كرب معقد زي الرز أو البطاطس أو المكرونة الكاملة، دهون صحية زي زيت الزيتون، وطبق خضار كبير. مثال بسيط: 200 إلى 250 جرام صدور فراخ مع 150 إلى 200 جرام رز، طبق سلطة، ومعلقة زيت زيتون. الوجبة دي بتديك طاقة تشبعك وتجهزك للتمرين أو تعوضك بعده حسب توقيتك. بين الفطار والسحور لازم يبقى فيه سناك ذكي علشان تحافظ على البروتين اليومي وما تحسش بالجوع. سناك زي زبادي يوناني مع فاكهة، حفنة مكسرات، شوفان، بيضة مسلوقة، أو شيك بروتين بيعمل فرق كبير في الحفاظ على الكتلة العضلية. السحور بقى هو خط الدفاع الأول ضد الجوع والعطش وفقدان العضلات. السحور المثالي للاعب كمال الأجسام لازم يحتوي على ألياف، بروتين، كارب معقد، ودهون صحية. الألياف مهمة لأنها بتبطئ الهضم وتدي إحساس بالشبع لفترة أطول، والبروتين بيحمي العضلات، والكارب المعقد بيدي طاقة ثابتة، والدهون الصحية بتساعد على الشبع وتنظيم الهرمونات. مثال سحور مثالي: شوفان باللبن، معلقة عسل، موزة، زبدة فول سوداني، وسكوب بروتين، أو 3 بيض مع توست أسمر وأفوكادو وخضار، أو فول بزيت زيتون مع بيض وزبادي وخيار. بلاش في السحور ملح زيادة، مخللات، مقليات، أو سكريات، لأنها هتزود العطش والتعب. بالنسبة للمكملات في رمضان، هي مجرد مساعد مش أساس. واي بروتين، كرياتين بعد الفطار، ملتي فيتامين، وأوميجا 3 كفاية جدا. بلاش منبهات قوية أو كافيين قبل النوم علشان ما يبوظش نومك. نظام التمرين في رمضان لازم يكون ذكي: 3 إلى 4 أيام تمرين في الأسبوع، من 45 دقيقة لساعة وربع، تركيز على التمارين المركبة، الحفاظ على الأوزان، وتقليل حجم التمرين. رمضان مش وقت تضخيم، رمضان وقت صيانة. وفي الآخر لازم نفتكر إن رمضان مش جيم وبس،
مهما كان هدفك في الجسم، الصلاة أولاً، القرآن أولاً، علاقتك بربنا أولاً. الجسم ممكن يتعوض، الفورمة ممكن ترجع، لكن رمضان لو راح مش بيرجع. استغل الشهر ده في إنك تقوي جسمك من غير ما تضيع روحك، وتطلع منه شخص أحسن وأقوى من كل النواحي. ولو الفيديو ده عجبك واستفدت منه، اعمل لايك، اشترك في القناة، وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد عن التمرين والتغذية وأسلوب الحياة الصحي. واكتب لي في الكومنت، بتمرن في رمضان قبل الفطار ولا بعده؟ وأنا هرد عليك بنفسي.